فهنا عمر خورشيد كلم نفسه بسخرية وقال هو في ايه؟ هو في عفريت هنا ولا ايه؟ واتصدم لما لقى صوت بيرد عليه وبيقوله لا يا عمر أنا صديق. هنا عمر من كتر الرعب نط من فوق المكتب وطلع يجري على الباب وروح على بيته على طول، وهو مفزوع ومش مصدق إنه سمع الصوت ده، وبدأ يحاول يأكد لنفسه إن دي تهيؤات. وتاني يوم الصبح عمر خورشيد راح مكتبه. أول ما دخل المكتب اتفاجئ بإن الشموع اللي كانت مطفية بالليل ومش عايزة تولع لقاها كلها ولعة، واللي زود دهشته أكتر إن الشموع فضلت زي ما هي مولعة ولكنها مساحتش. وهنا عمر خورشيد حاول يطفي الشموع ولكنه لقى الشموع مش عايزة تطفي، يحاول ينفخ فيها عشان يطفيها وبرضه مفيش فايدة، ما بتطفيش. فراح عمر جاب حتة خشب صغيرة علشان يطفي بيها الشموع، وبقى يضغط بالخشبة على الشموع وبرضه الشموع مش عايزة تطفي، واتفاجئ بإن الخشبة اللي في إيده هي اللي ولعت. وهنا عمر ملقاش قدامه غير إنه يقرأ قرآن علشان يطمنه وعلشان الحاجة الغريبة اللي موجودة في مكتبه تمشي، وفعلا جاب مصحف وبدأ يقرأ سورة ياسين. وعدى مفيش دقايق ولقى الشموع كلها اتطفت مرة واحدة، وحس بإيدين بتضغط على كتافه بقوة وكأن حد ماسك كتافه، فلف وراه ملقاش حد.